والله على ما أقول شهيد. رأيت عليا امبارح بمنامي قبل صلاة الفجر ضحيظات يشهد الله، علما اني طلبت من قلبي ان ارى آل بيت رسول الله، فرأيت عليا ابا الحسن. قلت له يا ابا الحسن، صرت اعيط له يا مجتبى يا مجتبى، فتبسم ولكني والله لم ارى وجهه، بس انا عرفت انه تبسم واعطاني كتفه. يشهد الله، اعطاني كتفه والشمال. انا قلت انا ليش عم يعطيني كتفه الشمال؟ قلت له شايف يا ابا الحسن، انا صرت احبكم يا ابا الحسن، انا كنت غلطان، انا تبت الى الله وعم ابكي انا وخايفان انه يكون زعلان مني. انا يا ابا الحسن بحبكم واحب الحسن واحب الحسين. شفت يا ابا الحسن شو عم بيصير بالشعب الفلسطيني؟ شفت يا ابا الحسن كيف كل العالم تخلى عنهم؟ قد ما قلبي محقون. شو برد بيقول لي يا ابا الحسن؟ والله والذي نفسي بيده بيقول لي ولا يحيق المكر السيء الا باهله. قال انا بالمنام عم فكر بالسعوديه وبالخليج، يشهد الله. بردوش بيقول لي ولا يحيق المكر السيء الا باهله. خلصت القصه؟ لا والله. فقت رحت اجيب ليلى لانه عامله منفوق بدي اخذ على الشغل. بتقول لي سمعت شو قال نتنياهو؟ قلت له شو قال؟ قالت لي قال بده ياخذ كل العالم العربي وبده ياخذ مش عارف شو للخليج، قال و والله ما كنت سامع الاخبار، والله وبالله ما كنت سامع الاخبار. بتصدق صدق بتصدقش، الله على ما اقوله شهيد. فانا بقول له ذا ابو الحسن شفت شو عم يتامروا على الشعب الفلسطيني؟ بيقول لي انا ما شفت وجهه بس عرفته عم يبتسم وعاطيني كتف الشمال. بيقول لي ولا يحيق المكر السيء الا باهله. ابشر يا شعب فلسطين، وشوفوا يا اهل الخليج يا اعراب، بيقول لكم ابو حسن ولا يحيق المكر السيء الا باهله. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وراح نشوف.